جمعية آفاق لتأهيل وإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة اليوم الدراسي حول المشاركة السياسية للنساء بالأقاليم الصحراوية. هذا اليوم الدراسي يأتي كافتتاح لمشروع التمثيلية الدامجة. مشروع التمثيلية الدامجة هو موضوع شراكة بين الجمعية ووزارة الداخلية وبدعم من صندوق الدعم المخصص لتشجيع تمثيلية النساء، وتعتبر هذه الشراكة مميزة حيث تعمل الجمعية على من خلال هذا المشروع إنجاز العديد من الأنشطة كان أهمها اليوم الدراسي، وسوف تتوالى بعد ذلك أنشطة أخرى أهمها 4 ورشات تدريبية وتكوينية تستهدف المستشارات الجماعيات، المنتخبات، هيئات تكافؤ الفرص، وكذلك النساء ذوات الإعاقة المرشحات سابقة في الانتخابات أو محتملات، وكذلك النساء المرشحات السابقات أو محتملات في الانتخابات. سوف يلي بعد ذلك 3 أيام تحسيسية بكل من معاهد التكوين المهني والمدرسة العليا للتكنولوجيا ومراكز التعاون الوطني. تناولت في مداخلتي موضوع تمثيلية النساء في المجالس المنتخبة. حاولت أن أقدم قراءة في المؤشرات المتعلقة بالكوتا وأيضا المتعلقة بالتمييز الإيجابي. هذا المعطى الجديد أو هذه الآلية الجديدة المعروفة بالكوتا هي الآن آلية تطبق في أزيد من 130 دولة. هي آلية سمحت بحصول النساء على تواجد أكبر داخل البرلمانات في العالم. طبعا هذا التواجد اعتمدته بلادنا منذ تقريبا انتخابات 2002. حقق اليوم أزيد من 90 امرأة عن طريق اللائحة الجهوية داخل البرلمان. أيضا سمحت التمييز الإيجابي لفائدة النساء بالحضور داخل المجالس المنتخبة سواء في الجماعات الترابية بمختلف يعني تراتبياتها، سواء كانت بلديات أو جماعات ترابية أخرى. كان لي اليوم فرصة المشاركة في اليوم الدراسي الذي نظمته جمعية آفاق لتأهيل وإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة بمدينة العيون بمشاركة وزارة الداخلية عبر صندوق تمثيلية النساء. والحقيقة على أن اليوم موضوع المداخلة كان هو علاقة التمكين الاقتصادي بالمشاركة السياسية، بحيث أنه دائما ما يتم إهمال التمكين الاقتصادي في مقابل الحديث عن الترسانة القانونية وعن مجموعة من الإجراءات من أجل دعم المشاركة النسائية ونهمل الجانب الاقتصادي، بحيث أثبتت مجموعة من الدراسات والأبحاث على أن هناك علاقة وثيقة وتفاعلية بين التمكين الاقتصادي والمشاركة النسائية في المجال السياسي. تناولت في هذه المداخلة السياق العام سواء على المستوى الدولي أو المستوى الوطني الذي تأتي فيه الانتخابات التشريعية الأخيرة، خاصة انتخابات 2021، بالإضافة إلى الشق أول ركزت فيه على تعريفات ودلالات المشاركة السياسية. من ثم انتقلت في الشق الثاني والأخير إلى التركيز وقراءة في تجربة المشاركة السياسية للنساء في وضعية إعاقة، قراءة في الأرقام والمؤشرات وأيضا الدلالات.